أهلا بكم حبايبي، معاكم مس مي معلمة اللغة العربية. النهاردة معانا درس في النادي. يلا مع بعض نسمع ونشوف القصة. يوم العطلة ذهب نبيل وأخته سما للنادي لممارسة رياضتهما المفضلة. بعد الانتهاء جلس نبيل وسما مع الصديقين مهند وفريدة، وقال مهند: ما رأيكم أن يحكي كل واحد منا سبب تفوقه في رياضته المفضلة؟ قال نبيل: فكرة جيدة، سأبدأ أولاً، فقد فزت مع فريقي في مسابقة كرة القدم بفضل التعاون بيننا وبفضل مهارات اللاعبين المتنوعة. قالت سما: إن سبب تفوقي في كرة اليد سرعتي وقوة تركيزي. وقالت فريدة: إن سبب تفوقي في لعبة الكاراتيه هو الاهتمام بصحتي وممارسة التدريبات اليومية. وأخيراً قال مهند: أنا تفوقت في سباق الكراسي المتحركة لأنني أنفذ نصائح المدرب. 3, 2, 1, go. وفي نهاية اليوم تعلم الجميع أسباب الفوز والتفوق في الرياضة. وبعد ما سمعنا وشوفنا القصة، يلا مع بعض نعرف المفردات الجديدة للنادي. وجمع النادي الأندية. المفضلة معناها المحببة. القدم جمعها الأقدام. المتنوعة معناها المختلفة ومضادها المتشابهة. اليد جمعها الأيدي. الاهتمام مضادها الإهمال. أسباب مفردها سبب. وبالشكل ده درسنا انتهى. بشكركم جدا، ودايما هتكونوا في سنة تانية آخر شطارة.